دي مش ردة الفعل الكبيرة اللي أنا كنت منتظرها من برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو، رغم أن الفريق حقق الأهم وحصد النقاط الثلاثة بعد تسجيل 3 أهداف، ولكن أداء برشلونة بالنسبة لي كان عادي، وواضح تأثير غياب بيدري عن الفريق. ديونج حاول، ولكن جودة بيدري بكل تأكيد مختلفة، لدرجة إنه الفريق الخصم أخذ الاستحواذ من برشلونة. أنتوا قادرين تتخيلوا معي فريق في منتصف الجدول ويلعب على أرضك ويأخذ منك الاستحواذ، بل وكان قريب من معادلة النتيجة عندما كان البارسا متقدم بهدفين لهدف. الشيء الثاني غياب الضغط من مثلث هجوم الفريق، يامال، توريس وراشفورد. الوحيد اللي كان بيحاول يضغط ويرجع هو لوبيز، وواحد من ثمار ضغطه أنتج لنا الهدف الثاني. بالإضافة إلى ذلك المشاكل الدفاعية طبعا حاضرة وكالعادة في كل مباراة، والهدف اللي سجله رافامير تسجل فينا كثير هذا الموسم، لأن أي فريق بياخد الكرة من منتصف الملعب مع غياب الضغط، التمريرة الأولى الثانية انفراد للمهاجم وهدف. ولو جينا نتكلم عن بعض اللاعبين في المباراة، الأمين جمال كان عادي رغم أنه سجل هدف في بداية الماتش، ولكن ما شفنا منه زخم هجومي وصناعة للفرص، وكان بيلعب تقريبا على الواقف. راشفورد اتصف بالأنانية في كثير من الحالات وكثير من المواقف، من المفترض يتعلم يلعب بصورة جماعية أكثر من أجل مصلحة الفريق. لوبيز مباراة كبيرة جدا دفاعا وهجوما، وقدر يصنع هدفين، لاعب نشيط وحيوي في وسط الملعب، وبالنسبة لي هو نجم المباراة. عموما كان فوز مهم لبرشلونة للمحافظة على فارق النقاط ال5 خلف الريال المصدر، ولسه الدوري طويل. مبروك كوليز. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.